السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم من جديد، ويا رب دايما بخير وفي أحسن صحة وأحسن صورة وأحسن حال وفي سلامة وهنا وسعادة وراحة بال دايما يا رب. الشعب المغربي العظيم، الشعب المغربي الأصيل، الشعب المغربي أبو الشهامة والكرم والجدعنة والجود وحسن الاستقبال والضيافة وكل حاجة جميلة تقدر تقولها قولها في الشعب المغربي الجميل. موضوع النهارده أغنية في منتهى الجمال وفي قمة الروعة، أغنية هتشوفها من كل الاتجاهات من كل الزوايا، أغنية في قمة الجمال وفي قمة الروعة. اشمعنى ليه بقى كده؟ علشان دي أغنية وطنية، وأنا قبل كده قلت وهفضل أقولها ولسه هقولها، لما نيجي نتكلم على أغنية وطنية مغربية يبقى كلنا عارفين إن إحنا قدام حدث كبير جدا، كلنا واقفين فعلا أمام صرح ضخم جدا، ان احنا قدام حاله غريبه جدا. اشمعنى؟ انا هقول لكم ليه واشمعنى. الاغاني المغربيه الوطنيه دايما بتكون مختلفه عن كل الاغاني حتى الوطنيه اللي اتعملت في كل الاوطان، يعني حتى مش بس مختلفه عن اي اغاني، لا ده مختلفه عن كل الاوطان. الاغاني المغربيه لها حاله معينه شويه، او لها حاله غريبه، او لها يعني بصوا حالات كتيره اصلا غريبه. يعني في اغاني من الاغاني الوطنيه لما مثلا اعلنوا مثلا عن ايه، عن تهيئ المسيره الخضراء، الشاعر في مثلا يعني في شاعر في 6 ساعات قام كاتب اغنيه وعاملها، وقعد هو والملحن والجوك الملكي واشتغلوا وعمل اغنيه مثلا اللي هو في 6 ساعات 7 ساعات 9 ساعات مش عارف ايه. تاني يوم كانت الاغنيه نازله وكانت سبب رئيسي في حركه الكفاح. عشان كده الاغاني بتاعتهم غريبه جدا، عشان كده في باور، في حركه، في حماسه، في حاجه غريبه في الاغاني بتاعتهم دي. وهكمل لسه برضه ليه الاغاني المغربيه الوطنيه غريبه عن كل الاغاني اللي موجوده او الاغاني اللي اتعملت دي، لسه هبينه جوه معاكم لما ندخل ونتكلم في موضوع الاغنيه. تعالوا نسمع النهارده الاغنيه العظيمه دي، اغنيه في قمه الجمال والروعه، وهي اغنيه العيون عينيا. اغنيه العيون عينيا طبعا لفرقه طبعا او مجموعه جيل جلاله، من اهم الفرق واعظمهم اللي جت في التاريخ واللي ثبتت وجود واللي ثبت بصمه واللي كسرت الدنيا، فرقه جيل جلاله. تعالوا نسمع العيون عينيا ونرجع تاني. سمعنا كلنا حاجة في قمة الجمال وفي قمة الروعة وفي قمة العظمة، أغنية العيون عينيا. أغنية جميلة بكل المقاييس من كل الزوايا والاتجاهات، أغنية في قمة الجمال وفي قمة الروعة. أنا من شوية لسه قايل الأغاني الوطنية المغربية بتكون مختلفة عن كل الأغاني
ده اكيد. ليه؟ انا اقول لكم ليه. الاغاني المغربيه الوطنيه متشكله ومعجونه ومتفصله، انا من وجهه نظري، ومكتوبه بالنضال والكفاح وبدم الشهداء. الاغاني الوطنيه المغربيه انا عن نفسي، عن وجهه نظري الشخصيه كشيك، انا بشوفها هي فعلا مكتوبه بالنضال والكفاح ودم الشهداء. مش مجرد اغاني مكتوبه وخلاص من شاعر كده وخلاص، رتب ابيات شعر وكتب اغنيه وملحن لحن وجوك الملك وزع الموسيقى. لا، ما بشوفهاش كده خالص. انا بشوفها ان هي منقوله، يعني هي يعني بتحكي لنا حاجة حصلت بالفعل. يعني بتبين لنا معاناة مثلا اتعاشت، وبتبين لنا مثلا رجال كانوا صابرين، بتبين لنا مثلا جبال، بتبين لنا قد ايه الشعب ده شعب عظيم جدا وشعب مكافح جدا وشعب مناضل جدا، وقد ايه اجدادنا دول سابوا لنا البلد دلوقت. لكن انا بقول على طبق من ذهب، طبق من ذهب، بس راح قصاد الطبق اللي من ذهب ده ارواحهم. فاحنا لازم نكمل الرسالة بمحافظتنا على البلد دي، وان احنا نعليها ونغليها اكتر واكتر واكتر. تعالوا نكمل العظمة الجميلة دي ونرجع تاني. حاجة فعلا في قمة الجمال وفي قمة الروعة، في قمة الجمال وفي قمة الروعة اللي في الدنيا. أغنية جميلة، أنشودة جميلة فعلا فعلا فعلا، وبتبين وبتبعت رسائل للعالم كله، رسائل للعالم كله، لعيون عينيا، تبعت رسائل للعالم كله. على فكرة الشعب المغربي الشعب الجميل، الشعب العظيم جدا المناضل المكافح، الشعب ده شال على كتافه محن وظروف ومواقف صعبة وعدى بيها كده، وكان بيجري بيها، وشايل الوطن على كتافه وبيجري بيه لحد ما وصله لبر الأمان. إذا أي حاجة هم فيها النهاردة استاهلوها. تاني، الشعب ده عانى كتير وشاف كتير ومر بكتير، وكان يخرج من أزمة لأزمة، مر بكتير وعانى فعلا بجد. كان الوطن ده بينزف ويحطوا ايديهم مكان النزيف علشان يكملوا جري بالوطن اللي قدام. اذا هم اي حاجه وصلوا لها النهارده واي خير هم فيه يستاهلوه، لانه ما جاش من فراغ، جاي من تعب وجاي من اصرار واجتهاد وعزيمه وصبر ومعاناه. اذا اي حاجه هم فيها يستاهلوها، اي خير هم فيه يستاهلوه، واي حاجه هم وصلوا لها بايديهم وصنع ايديهم وبدماغهم تفكيرهم مجهودهم وسعيهم استكشافاتهم. هم عايزين يسيبوا البلد للاجيال اللي جايه بعد كده، يسيبوها بلد جميله جدا، بلد عظيمه جدا، بلد غاليه جدا، بلد شأنها عالي جدا.
زي ما هم استلموا البلد من الأجيال اللي قبل كده، بلد جميلة جدا وغالية جدا وعظيمة جدا. الاستمرارية في التطوير في كل حاجة. وسر نجاح الشعب الجميل ده ترابط والوحدة، ترابط والوحدة، والمحافظة على الكلمة، العهد، كلمة. شعب في منتهى الجمال وفي قمة الروعة. ربنا يحفظهم يا رب، ويحفظ الشعب المغربي ويحفظ المغرب، ويحمي الملك جلالة الملك محمد السادس يا رب، ويفضلوا دايما في أمان وفي خير وفي رعاية الله. اللهم آمين يا رب العالمين. وفي نهاية الحلقة الجميلة دي أنا استمتعت جدا 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 جدا، ويا رب أنتوا كمان تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا. وغدا هيتجدد لقانا إن شاء الله في موضوع جديد أو أغنية جديدة. وفي الختام، سلام.